عايز اقول لكم على موضوع النتاية عطال دي، او نتاية عايز اعرفها انها عطلانة عندي. بتقف النتاية تبص تلاقي النتاية المعبية بتبقى عاملة نفس المنظر ده كده، الحتة دي عاملة زي الكوبري، تحس انها معبية تمام، وما بتبيضش برضو النتاية. فبص الاقي عند الشوكتين بتوعها تحت لو واسعين قوي، حجرها واسع قوي، يبقى النتاية دي ما هيش هتبيض اصلا. في نتاية تانية بيبقى فيها بيضة مقلوبة، تحسس هنا تحس ان في بيضة بس ما بتبيضش، تبقى البيضة مقلوبة وبتثبت عليها على كده. او بيبقى كيس دهن كبير في الحتة اللي هي اللي بين الشوكتين دي، بتبقى حاسس انها الحتة ديت فيها بيضة، بتبقى ورمة محجرة هنا كده وما بتبيضش تمام. بتبقى حجرها واسع، بيبقى بتعبي وفي نفس تعبي، وتلاقي عندها كسرة هنا كده في الحتة دي كده، نفس المنظر، بتبقى بنفس الشكل ده كده تمام. ما بتبيضش النتاية رغم ان انت شايفها انها معبية، وتلاقي الحتة دي كسرة دايما بنفس المنظر ده، او بتحس فيها دايما ببيضة، او حجرها واسع قوي، لان حجرها المفروض له يعني بحط صبعي هنا كده بيبقى العظمتين حاسس بيهم، ممكن يبقى اوسع من كده. النتاية ديت حجرها مش عمرها ما هتعبي تمام. دي نتاية عطال، وده حاجة كده يعني، حاجة من ضمن حاجات كتير ممكن تعرف بها النتاية تمام. وطبعا لما تحط لها بيض بترقد في الطبق، وما تحط لها بيض بترقد عليه على طول يعني. يوم ما ترقد في الطبق والذكر يرقدها، انت لو رميت لها بيضة هتبص تلاقيها حضنتها على طول ونامت عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.